السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك من فضل حضرتك إذا كانت دي أول مرة بتشاهد القناة أو بتشاهدني، يا ريت حضرتك من فضلك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد ننشره، وفضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل المشتركين معانا في القناة. على بركة الله نبدأ الفيديو. مع حضرتك النهارده فيديوهين اتنين لكلام بيردد غير مظبوط وغير صادق بالمره، ومره ادعاء ان الخليج العربي استوحى فكره فانيله الزمالك من 50 سنه عندهم. نسمع الكلام، واحلى تعليق هيجي لي، احلى 10 تعليقات هيجي لي هنشرهم باسامي اصحابهم. وشكرا. عارفين حضراتكم لما واحد يشتري حاجه وفي الاخر يحس انه وقع فيها فيقوم محل البضاعه، يعني زي مصطفى شلبي ده توتنهام كان عايزه، ده ليفربول كان طالبه. نفس الكلام اللي بيتكرر من السيد رئيس مجلس اداره نادي الزمالك اللي لسه مصمم ان النادي الاهلي كان بيتصل بمصطفى شلبي وهو بيوقع العقد وقاعد معاه، ومصطفى شلبي اللي ما ردش. والكلام مخالف تماما عن اللي قاله رئيس مجلس اداره نادي انبي، اللي قال ان اللاعب انتقل للزمالك رغم عدم رغبته في اللعب للزمالك. يلا نسمع السيد رئيس مجلس اداره نادي الزمالك مرتضى منصور، وهو برضه بيكرر وبيردد الكلام اللي بيقوله. مش عايز ايه كتير بجد، عشان احنا دماغنا وجعانا اليومين دول، دماغنا وجعانا بجد. ده كفايه وش فرج عامر. فرج انا على فكره جايب لك يوم الجمعه ازاي الانتخابات كانت بتتزور، جايبها لك معايا ان شاء الله. الواد امام عاشور اصل عايز يروح الاهلي. يا جماعه عيب، انتوا بتضغطوا كده على مجلس اداره باكاذيب. شويه العيال دي باكاذيب. ده امام عاشور عايز يروح الاهلي، بعدين انت دلوقتي بتركب اي لاعب على النادي وتقعد تسخن دماغه. الواد لا في دماغه اهلي ولا في دماغه بتاع، لكن طول ما تقول ولا هو يمشي اي كلام في اي كلام. يا جماعه ما تمشوش على الرجال. شويه العيال، الواد ابو طفيره والواد الثاني لا مؤاخذه، يخرب بيتك يخرب بيتك. ده انت بيتك متحفر تحفير، متحفر تحفير. يالا مواضيع للناس العلقه اللي انت اكلتها في اتحاد الكوره، وجيت بص الدماغ تاني بعد ما اكلت علقه اي كلام. يقولوا لي مهيب عمال يا مهيب في ايه؟ انت هتقعد تفتي؟ ما تبعد عن نادي الزمالك. اصل امام عاشور في اي كلام اي حاجه. ويقول لك مصطفى شلبي قال انا ندمان اني جيت الزمالك. ده انت راجل محترم والله محترم. جيت الزمالك، يا ريت كنت استنيت لي يناير كنت رحت الاهلي. يا جماعه مصطفى شلبي قاعد في مكتبي الاهلي كلمه 100 مره قال انا زمالك، وراح اتخانق مع رئيس نادي انبي راجل صديقنا، عمل معاه خناقه جوه وهم عارفين طبعا بتوع انبي، وعمل نفسه مجنون. انا مش هلعب الا في الزمالك. عيب بقى بجد، عيب عيب. انتوا يعني انتوا بتجيبوا معلومات دي منين؟ هبد هنا وهبد هنا. واجي اطلع اتكلم انا مثلا يوم خميس او جمعه يقول لك هو بيتكلم ليه؟ هو انا هسيبك انت تقعد تخرف انت وهو وتهدموا لي الفريق وتقول لي بيتكلم ليه؟ فان شاء الله احنا ميعادنا الجمعه ان شاء الله. يا جماعه هنا قنوتها بكده انا جوزاء. وبعد انتهاء المفاوضات وانتقال اللاعب في مداخله تلفزيونيه للشريعي رئيس مجلس اداره نادي انبي مع مجدي عبد الغني، صرح وقال ان الاهلي كان توقف عن المفاوضات، وان اللاعب رايح نادي الزمالك رغم عدم موافقته للعب للزمالك. نسمع بقى المداخله كامله مع الشريعي ومجدي عبد الغني، وقال ايه وبيكذب الكلام اللي احنا سمعناه من مرتضى منصور. الصفقه تمت ازاي؟ يعني قول لنا الموضوع جه ازاي بعد اذن حضرتك. مصطفى شلبي الاهلي كان بيتكلم، حصل فعلا كلام ولا نادي الزمالك حسم الصفقه بدري ولا يعني؟ اتفضل حضرتك لك الميكروفون. كان ليه عروض كتير. أيوة. طبعا كان من ضمنهم النادي الاهلي، وبعد كده دخل نادي الزمالك. طب هل تم اعلان ان اللاعب بيرغب انه يروح النادي الاهلي؟ هل ده كان اعلان حقيقي ولا ده تصريح منسوب لحضرتك؟ لا هو فعلا مصطفى كان بيرغب انه يروح النادي الاهلي، بس يعني ممكن برضه الرغبه بتاعته ما توافقتش في الاخر مع المعطيات اللي موجوده.
وممكن تكون كمان احتياجات النادي الاهلي بتختلف بكل دراسه بيعملوها كل شويه. يعني الدنيا اختلفت وراح الزمالك. يعني القصه مالهاش دعوه بقصه اهلي وزمالك. لا يا فندم، احنا القيمه اللي احنا حددناها احنا خدناها من البدايه. من البدايه مش عايزين نعرفها. لا احنا تقييماتنا بتبقى ولا ممكن تقولها لنا؟ لا احنا وانتوا بعتوه باكتر من التقييم اللي كنتم مقيمينه يا ايمن؟ لا احنا اداره شاطره في التقييم اللي احنا حاطينه. اتباع بالتقييم اللي انتم محددينه. طبعا. تمام تمام. اما بقى الكابتن خالد وعمرو الدرديري بيفكروني اللي فاكر منكم زمان اللي سنه كبير ويسمح بلورل وهاردي او الخواجه بيجو وابو لمعه. يعني نسمع واحد بيغني وواحد بيرد عليه، واحد بيغني وواحد بيرد عليه على الفانيلا بتاعت منتخب قطر هي نفس الفانيلا او دي نفس فانيلة الزمالك، وان جماهير كبيره جدا جدا من الخليج بتشجع نادي الزمالك، وجماهير الزمالك رقم 1 في الخليج بس، يعني الخليج ما يعرفش غير الزمالك بس. نسمع قالوا ايه. نسمع بقى الاستاذ عمرو مع خالد مع احترامي الشخصي وتقديري لهم، نسمع قالوا ايه. يعني كلام بصراحه يموت من الضحك. نسمع مع بعض. وبذمتك مش زي فانيله الزمالك في الخمسينات؟ لا طبعا، ما هي الزمالك هي مسفره شويه. هي الزمالك هي مسفره بس زي فانيله الزمالك في الخمسينات. لو جيبوا لي كده كابتن حماده امام ايام ما كان بيلعب في الخمسينات، يعني لان فانيله الزمالك كانت في الخليج كلها. أيوة. في نهايه الخمسينات والحاجات دي، وكان في مدربين اللي بيدربوا المنتخبات الخليجيه والانديه الخليجيه كانوا كلهم زملكاويه. صحيح. وده يعني ايه اللي هيخلي نفس شعار الزمالك؟ ما هو حاجه غريبه جدا، ولا انا غلطان؟ هي فانيله الزمالك يعني اهي والله بالظبط. يعني يا ريت يا جماعه، هو لونها مصفر طبعا، فانيله الزمالك بيضه ونفس 7 من قدام اهي زي دي بالظبط. وعلى فكره فانيلا قطن على فكره، ما كانش فيه بقى بوليستر. ايوه طبعا بوليستر والحاجات دي ما كانش لسه ظبطت القماش ده، ما كانش يا كابتن خالد. الزمالك في كل مكان يا كابتن خالد، الزمالك هتلاقيه في كل حته. بجد بجد مش كلام. الزمالك في الخليج هو رقم 1 في كل دول الخليج بلا استثناء. الزمالك رقم 1 بجد يعني، وده من الخمسينات مش من دلوقتي. لا يعني. انت هتقول لي ده انا كنت في قطر، قعدت 10 ايام في بتاع كاس العالم هناك، انا شفت يعني ايه زمالك التيشيرت. اما الحقيقه كامله في لون فانيله نادي الزمالك اللي بيرويها اسطوره من اساطير نادي الزمالك القدامى رحمه الله عليه، حنفي بسطان، اللي بيقول لك احنا كنا بنلعب بفانيلا بيضه بس، لحد ما جه الفريق المجري ولقوه لابس فانيلا بيضه بخطين حمر، فقلدوا الفانيلا. هو يعني دي الحقيقه. انا مش عارف الناس ديت معرفش يعني بتحلم وبتصدق حلمها. نسمع بقى مع بعض الكابتن حنفي بسطان قال ايه على لون فانيلة الزمالك واتغيرت ازاي وامتى وسنة كام. طب ما ليه نادي الزمالك اختار الفانيلا البيض؟ كنا زمان بنلبس فانيلا بيضة، وبعدين لما جه فريق الهومبد المجري بتاع بوشكاش سنة 54 لقوا الفانيلا شيك قوي وده احسن فرقة في العالم، فرحنا ناقلين من الابيض الى الابيض ابو خطين سنة 1954 عشان بس تتميزوا عنهم يعني. بس طبعا. حضرتك من فضلك اذا ما كنتش اشتركت بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لكل المشاركين، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.